عوامل الخطورة موجودة في الكلام ده هي عبارة عن قلنا الوراثة، التقدم في العمر، الحمل كتير، تكرار الولادة الطبيعية، الدفع جامد بأثناء الولادة، السمنة نفسها، استئصال الرحم بيهيئ لسقوط القبض، كمان الإمساك المزمن، السعال المزمن، حمل أشياء ثقيلة. طيب ايه الاعراض بتاعتنا؟ في اكثر الحالات مفيش اعراض، ست ما بتشتكيش من حاجه على الاطلاق، لكن تتاثر السيدات بالموضوع ده في كل الاعمار، لكن بيزيد في السيدات كبيرات السن. هتيجي تشتكي من ايه؟ تقول لك انا عندي تقل او الم في الحوض من جوه، عندي تقل والم اسفل البطن قدام حسابه، او عندها تقل اسفل الظهر، لان الشد على الاربطه بتاعه الرحم والمهبل بتعمل الوجع ده. كمان سيدات بيشتكوا ان في حاجه خارجه من تحت، بيضه خارجه، تقول لك بيضه كلكيعه خارجه، او في مشاكل في العلاقه الزوجيه، ان بتحس ان هي عندها ارتخاء في عضلات المهبل، او تقول ان في كثره افرازات ساعه العلاقه، او في الم اثناء العلاقه، او عندها مشاكل في التبول، يا سلس بولي يعني البول بيخرج منها من غير ما تدري، او لما تيجي تكح، او صعوبه في التبول بيحصل لها احتباس بولي. كمان مشاكل في التبرز، زي برضو سلس براز مش عارفه تمسك البراز، او صعوبه في التبرز لدرجه انها تقول انها بتدخل صباعها في المهبل وتضغط على المستقيم عشان تتمكن من التبرز. طب هنشخصه ازاي؟ التشخيص بتاعنا بيبقى اخذ تاريخ مرضي، يعني الحالة دي بقى لها قد ايه، ونسألها على حاجات تانية بقى، حد في العيلة عنده الكلام ده، تاريخ في العيلة، حصل لها ولادات صعبة قبل كده، عندها سعال، عندها امساك، بتشيل حاجات تقيلة، الكلام ده بنشوفه. بعد كده بنعمل الفحص بتاعنا الكلينيكي مع الحزق ومع الكحة. مع الحزق هنحدد النوع، هل دي رحم ولا مهبل، جدار مهبل امامي، او جدار مهبل خلفي، او قبو مهبل. تاني حاجه بنحدد درجه، دي درجه اولى، تانية، تالتة، رابعه، خمسة. بنكشف عليها وبعد ما تكح عشان نشوف هل في سلس بولي مع الكح، قناه مجرى البول مش ماسكه نفسها ولا لا. في فحوصات خاصه بقى بالمثانه، بنشوف كميه البول اللي جوه بتقدر تتحكم فيها ولا لا، دي حاجات تانية. كمان في ناس بيعملوا سونار وبيقيسوا السقوط ده، بيقيسوا نوع السقوط ودرجته بالأشعة التلفزيونية بأرقام. في ناس بيعملوا رنين مغناطيسي وأشعة سينية عادية عشان يشوفوا الدرجات بتاعته.